يلا بقى حبايبي نشوف مع بعض اير فراير من رافال عملت فيها وصفات ايه. ده حمام مسلوق ومحشي. حطيت الورق المخصص ورشيت رشتين من الزيت وظبطت الحرارة على درجة 206 دقايق. طلع باللون التحفة اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين لونه جميل ازاي؟ ده اللون اللي كلنا بندور عليه. تعالوا بقى نجرب حاجة كمان. انا جربت فيه الممبار بس انا طلعته من الفريزر الحقيقة. هو مسلوق لكن مجمد. ظبطته على حرارة 200 لمدة 6 دقايق. هو أخد بصراحة 8 دقايق، زودت كمان دقيقتين عشان يديني اللون الرائع الذهبي الناصع الفظيع ده. شايفين اللمعة حلوة ازاي؟ شايفين بقى؟ تعالوا نشوف التسوية. الله 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 الله. طيب نجرب بقى السمبوسه. السمبوسه دي انا ظبطتها اي مخبوزات على 180، وده يكون افضل علشان تاخد وقتها في التسويه وتاخد اللون الحلو. واخدت مني 3 دقائق. انا الحقيقه كان ممكن استنى عليها اكتر من كده، لكن انا بحبها خفيفه وهشه كده. انا حاشيها جبنه بيضه وزعتر. نجرب بقى كفته الرز اللي دايما بتحتاج برضو زيت كتير، والحاجات اللي هي دايما بنحس انها تطلع مقرمشه. انا ظبطتها درجه حراره 200 واخدت مني 8 دقائق. طلعت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. رائعه ومستويه. شايفين الجمال؟ يا دوب تنزل على الصلصة على طول. دلوقتي بقى استخدمت الحلة الكبيرة لوحدها وقلت هجرب فيها شوية خضار سوتيه. قطعتهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وحطيت عليها شوية من روزماري، شوية من زعتر، رشة ملح وفلفل، وطبعا رشيت رشتين من الزيت. بس ظبطتها على حرارة 200 لمدة 10 دقايق. أخدت 9 دقايق بالظبط. شايفين حتى العلامة علمت إن في دقيقة كانت فاضلة. بصوا بقى التسوية جميلة إزاي. وعلى الرغم إني حاطة معاها بتنجان يا جماعة، طلع روعة وطعمه روعة. تعالوا بقى نجرب نجفف فيها شوية حاجات. أنا حطيت فلفل أحمر حامي وشوية من الفلفل الأحمر اللي هو البارد. طبعا ظبطت الحرارة على 100. أخدت معايا 5 دقايق. نجرب بقى شوية الأعشاب. الأعشاب درجة حرارة 100 وظبطتها برضو على 10 دقايق. أخدت معايا تقريبا 8 دقايق، لكن زودت دقيقتين كمان يكملوا العشرة علشان خاطر الثوم وشرايح الزنجبيل. كده بقى هنجرب احلى حاجه، وده الحلو بتاعي النهارده، وهو العنب. خليني كده اشوف في التجفيف هيطلع معايا زبيب ولا اخباره ايه. يا نهار ابيض. شايفين؟ طلع معايا زبيب. بس طبعا انا هنا الحراره خليتها على 80 مش على 100. تقدروا تزودوها ل 90 او 95 هتبقى امان. لكن انا اخدت مني 40 دقيقه في الاول و20 دقيقه بعدهم علشان يظبط معايا ويطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. عايزه اقول لحضراتكم انكم لو استخدمتوا الزبيب الاخضر الطبيعي بتاعنا هيطلع ممتاز معاكم زبيب حقيقي، لكن ده عنب الاحمر ان ده مش الموسم بتاعه، لكن ده عنب مسكر. عشان كده اخد مني وقت، عشان كده هديت الحراره وخليتها 80. ودي كل الاطباق اللي استخدمتها، والحقيقه الوصفات اللي عجبتني مع الاير فراير وكانت عمليه معايا. يا ريت حضراتكم انتوا كمان تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، وهنزل لكم اللينك.